صباح الخير. النهارده برضو معانا شويه شيكلين زي الحلقه اللي فاتت بتاعه الشاورما، بس عايزين نغير الوجبه دي. فانا بنفس الفراخ اللي معايا المره اللي فاتت اللي عملت بيها الشاورما هبتدي اشتغل حاجه تانية، بس هشتغلها المره دي من سود امريكا او من امريكا الجنوبيه. هنعمل حاجه اسمها كاساديلاس، ودون سندوتش خفيف كويس جدا بطريقه مختلفه عن الشاورما، وفي نفس الوقت احنا برضو استخدمنا كل المكونات بتاعتنا. فانا بنفس المكونات هبتدي اشتغل بس طبق تاني او بشكل تاني، ودي اعاده التدوير، ومن هنا بتيجي حرفيه الطباخ. هنبتدي نشوفها مع بعض واحده واحده. هبتدي الفراخ اللي معايا هقطعها بنفس الشكل دون، بس المره دي هتبقى مكعبات صغيره بالشكل دون كده. هبتدي استمر في عمليه التقطيع. الاكله دي هي تعتبر اقرب وصف ليها زي الحواوشي المصري بتاعنا، بس ده حواوشي من امريكا الجنوبيه، ودون صنف جميل جدا مش وحش. انا شايف ان هو سندوتش من السندوتشات الجميله. احنا اشتغلنا نفس الفراخ المره اللي فاتت، اشتغلناها للشاورما العربي. المره دي هنشتغلها بشكل مختلف برضه، وفي نفس الوقت هنبقى غيرنا واستخدمنا نفس المكونات. ودي طبعا اعاده التدوير، لان مثلا انا عندي جيت عملت فرخه تفضل نفس الصدور، عملتها لهم مره شاورما، فالاولاد انبسطوا، بس مش كل مره شاورما، فابتدي بقى اغير لهم في حاجه تانية وفي نفس الوقت هم هيحبوها، وبمكونات برضو قريبه للمره اللي فاتت بس بطريقه مختلفه. وبعدنا جبنا العيش. ثانك يو برادر. ثانك يو. ودون بيبقى بعد كده المنظر بتاع الفراخ لما احنا قطعناها. وهنا انا مجهز معايا بصل مع كورياندر. قريت البصل في الزيت عادي جدا، وقطعت عليه كورياندر، او ممكن احط اي خضار عندي من شبت، بقدونس، اي شيء، اي نوع جبنه مبشور ببتدي اخلطه. ممكن تكون موتزاريلا، ممكن يكون جبن للميكس جبن، اي نوع من انواع الجبن عندي. معايا خلطه توابل بالمنظر ده، معايا توباسكو او اي حاجه فيها حر شويه، وممكن استخدم الشيلي، بس انا ما عنديش شيلي فريش دلوقتي، فانا استخدمت المكونات الموجوده بالمنظر ده. معايا ملح، فلفل اسمر، ومعايا ثوم معصور. وابتدي اقلب الخليط ده. طبعا انا ممكن اعملها بالخضروات، اي بابريكا عندي، اي كوسه مركونه في الثلاجه، اي شيء، اعمل لهم سندوتش خفيف برضه، في نفس الوقت يبقى انا غيرت وشكلت. عصير ليمون او لايم فريش جاهزه معايا دلوقتي في المرحله الثانيه. هيبتدي معايا الفراخ ومعايا الجبنه. ابتدي اخد رغيف عيش زي كده، وابتدي احط فراخ بالبصل بتاعتي وكل شيء بالشكل ده، واخد اطراف جبنه وابتدي اقفلها واضغطها. والجبنه مش كتير على الاطراف، والهدف من الجبنه مش الطعم، لان هي فيها اوريدي جبنه من جوه، الهدف ان هي تقفل على السندوتش بتاعي بشكل كويس. وبقفل زي القطايف المصريه. ولو اتفضل معايا مجموعه من الشيكلين او شويه شيكلين، انا بسهوله جدا ممكن احطهم في الفريز او اجمدهم، وبعد كده بطلع استخدمهم تاني. يبقى مني انا عدلت، ومني انا حفظت، وفي نفس الوقت عندي مخزون في اي وقت لو حبيت استخدمه من الفريزر هيطلع، وهيطلع بشكل جيد. فبيتر هياخدهم يقليهم في الزيت، وهنشوفهم بالخطوه. وتعالوا نشوف بيتر وصل بيها لغايه فين. بعد ما بيتر عمل لهم ماليه يحطوهم في الفرن عشان يسيحوا. وبيتر حط الاوفن بتاعنا على 170 على اساس ان الجبنه تسيح ويبقى طعمها حلو. وهي دي شكلها بعد ما طلعت في الفرن بالمنظر دون. ممكن نخلي بيتر يقسم لنا واحده، وهي دي منظرها بعد ما خلصت.